السلام عليكم أعزائي الطلاب. انتهينا من الوحدة الخامسة ونبدأ إن شاء الله بانتهاء الوحدة السادسة، والدرس الأول من الوحدة السادسة وسائل السفر. نعم، وسائل السفر أقرأها لكم. وسائل السفر يعني هو كاركاني قواستنا كغيمة عابرة تراني في السماء أنا الطائرة، سفينة الفضاء أسافر في الوهاد والسهل والقفار، أقرب الأبعاد أنا القطار. يعني بهوي أو قواستنا أنا سيارة طائرة أو أنا ريقها دورة كان مالو نزيق دكان وباسي أوي دكان لدشتو تصولة كان ولا تصولاي وكو كغيمة وكو هور لا أسمان دا برما وش طائرة. في البحر والأنواء تراني مسافرة سعيا إلى الميناء أنا الباخرة، وسيلتك المسرعة أنا السيارة، ونحن الأربعة صنيعة الحضارة. بيقمان هم أنا دروس كراوي مروف دروسي عندك طائرة باخرة سيارة هميان حضارة، يعني همو أو بيشن قريانية أو حضارتان كمروفا كان داهين عندك ودرستي عندك. والآن آتي إلى حل التمارين في هذا الموضوع. التمرين الأول ألف، ما عنوان الأنشودة؟ وسائل السفر. باء، استخرج أسماء وسائل النقل من الأنشودة واكتبها. الطائرة، القطار، الباخرة، السيارة. ولم أحل التمرين. جيم، أنتم قوموا بحلها واكتبوا اسم وسائل النقل الأخرى. التمرين الثاني، صل العبارة بمرادفها. أقرب الأبعاد بمعنى أقرب المسافات. أسافر في الوهاد، أسافر في الصحاري، سعيا إلى الميناء، ركضا في الميناء. التمرين الثالث، ابحث ألف في الأنشودة عن أضداد الكلمات الآتية. يعني لنا أنشودة كي ناهون راوكي دجي أو شانة درديني. أبعدوا أقربوا، البطيئة المسرعة، التخلف الحضارة. لم أحل التمارين الأخرى وأنتم قوموا بحلها في الكتاب كما كنا نحل في داخل الصف. كنتم تنظرون إلى الأنشودة وبعدها تحلون التمارين، وبعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى موضوع آخر في الوحدة السادسة ونواصل دروسنا بإذن الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.